ده جاي لي انا بقى. في الطبيعي الواحد بيحس ان هو دايما يقول ايه، اكيد ده اسوأ حاجه ممكن تكون حصلت لي، يعني اللي هو اكيد مفيش اسوأ من كده. ولكن ارسنال بفضل الله اكتشف ان في اسوأ من كده لسه هيحصل له، وهو ان هو بيقابل بايرن في ربع النهائي للمره ال8000 على التوالي. طيب خلينا نتكلم على القرعه بشكل عام كده ونشوف الماتشات هتبقى عامله ازاي، ونتنبأ بمين اللي ممكن يوصل للنهائي او مين طرفي النهائي في لندن 2024. ولكن قبل ما يبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتسيب تعليقك على تنبؤك انت ورايك ايه في القرعه، وتبقى انت متخيل ان مين اللي هيوصل للنهائي. ويلا بينا نبدا. طيب خلينا نتكلم على اول ماتش اللي هو ماتش بايرن ميونخ وارسنال. ارسنال عندها فرصه كبيره قوي ان هي تعرف تعمل الشيء الكبير مع بايرن بالصوره الحاليه او في الفورمه الحاليه اللي هو فيها، رغم ان بايرن واضح ان هو بدا ياخد فورمه تنين بسيط كده، اللي هو مكسب 3-0 على ارضه في الشامبيونز ليج ومكسب 8-1 اللي هو بيفرض عضلاته قوي. فبالتالي ممكن تلاقي ان الموضوع اختلف. ده غير ان انا دايما بحس ان لعيبه بايرن ميونخ اللي هي ايه، ماشي احنا مش عاجبنا المدير الفني، اوكي احنا مش عاجبنا مش عارف ايه، ماشي عايزين نمشيه، عايزين تمام، ولكن في الشامبيونز ليج كله بيتحول اللي هو لا انا عايز اخد البطوله دي لنفسي، اللي هو بيبدا الجانب الاناني من كل لعيب يظهر في من نوع من انواع اللي هو ايه، انا عايز اوصل للحاجه دي عشان اخد تشامبيونز ليج، عشان يبقى اسمي انا معايا تشامبيونز ليج فقيمتي السوقيه تعلى. فبالتالي لو في مثلا بايرن عايز اجدد معاه فجدد معاه بعقد اغلى، او لو في فريق عايز يجيبني يدفع لي فلوس اكتر وهكذا. فدي انا بحسها بعيده بقى عن المدرب، لان انا شايف ان هو بقاله ماتشين 3 كده ايه اللعيبه مفوقه، فممكن تلاقي ان هو الموضوع بدا يبقى يتحسن تدريجيا معاهم يعني. على الناحيه الثانيه عندنا ارسنال عامل فورمه التنين، عامل فورمه جباره، بيكسب بكل الطرق، بيكسب كل الفرق، مفيش فريق عارف يطلع منه بنتيجه ايجابيه الا بورتو في اخر ماتش، وربنا كرمهم في الاخر وكسبوا ضربات جزاء والكلام ده كله. ولكن انا شايف ان ارسنال لو مركز، ارسنال لو في حالته، برضه للاسف هيفضل لبايرن او الافضليه. ليه؟ لان بايرن متمرس، بايرن كسب قبل كده كذا مره البطوله، بايرن دايما فريق عمرك ما تقدر تتكهن ليه في زي كده، عامل زي الاهلي في الادوار الاقصائيه، اللي هو الاهلي في دور المجموعات زي القرف وفي الدوري زي الزفت وبتاع، لكن تيجي في اللي هو في النوك اوتس بقى يعني هو خلاص وبياخد فورمه التنين. هو في فريقين بيعملوا كده، من اكتر الفرق اللي بشوفها بتعمل كده هم الفريقين دول، هو بايرن ميونخ وريال مدريد. الاثنين بيتقمصوا دور الابطال ويخشوا يفشخوا في الناس كلها. ولكن الطبيعي بيقول او انا اتكهن مين اللي هيكسب الماتش ده، انا بقول ارسنال هيكسب الماتش ده ذهاب، سواء ذهاب مثلا في الاليانز ارينا هيبقى مثلا الماتش يخلص 1-1 او 2-1 مثلا لبايرن او 1-0 للبايرن، ولو انا ما اظنش ان ارسنال ما يحطش فيه جون. وعلى في الامارات اتوقع ان ارسنال هتكسب مثلا ب 2-0 مثلا او 2-1 برضو حاجه كده، بحيث ان هم في الاخر الماتش يعني هيروح لصالح ارسنال. طيب ده اول ماتش. الماتش التاني اللي عايزين نتكلم عليه هو ماتش كوبي بيست من السنه اللي فاتت بالظبط، وهو ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي. اي حد هيبقى شايف ان هو الماتش ده زي ماتش السنه اللي فاتت هقول له لا انت غلطان. مانشستر سيتي قوي، قوي جدا. مانشستر سيتي مرعب، هو مرعب فشخ. ولكن هل هو مانشستر سيتي بنفس قوه السنه اللي فاتت؟ لا طبعا. وهل ريال مدريد بنفس ضعف السنه اللي فاتت؟ ممكن يبقى اضعف كمان. ولكن السيتي المرة دي عنده كارثة كبيرة جدا 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 في الدفاع. فبالتالي كورة من فينيسيوس جونيور طايشة ممكن ياخدها هيلم 2، او بلينجهام يعمل نفس الكلام ويجيب جول. والسيتي هو فريق هجوميا قوي قوي، ولكن دفاعيا بقى مهلهل كتير، واي فريق بيحط فيه جول، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. وفي نفس الوقت انت عندك ريال مدريد في احتماليه كبيره انه عنده عناصر من الدفاع ترجع قبل ماتش السيتي، فبالتالي ممكن تلاقي الدفاع بدا يمسك نفسه الى حد كبير. طبعا مش يمسك نفسه بحيث ان هو يوقف الحيوان اللي اسمه ايرلينج هالاند، اصلا ما فيش حد يعرف يوقفه اصلا، هي ما يقدر على القدره القوي يعني، ولكن ممكن يقدر يعمل حاجه انا عارف. بس انا برجح في الماتش ده برضو انا برجح ان ريال مدريد هو اللي يتاهل السنه دي، مش مانشستر سيتي على حساب مانشستر سيتي. انا شايف ان مانشستر سيتي هو اللي هيطلع، انا شايف ان ريال مدريد هو اللي هيتاهل. ده راي شخصي بصراحه. انا شايف ان ريال مدريد هيجي اللي هي ايه حته 2000 وموسم 2021 كده، اللي هو بيعدي من فرق بكور غريبه واشكال
مش طبيعيه، وحاجات وفروق صغيره وتفاصيل هيقدر يكسب. انا شايف كده بصراحه. فخلينا نشوف برضو الماتش ده هيوصل بينا لفين، وهنتكلم على الماتش الثالث. هو ماتش بيئة بصراحة، هو يعني ماتش اللي هو ده الماتش اللي محدش هيتفرج عليه الا نوادر. ولو ان ماتش انتر ميلان واتلتيكو مدريد كان من امتع الماتشات اللي اتفرجت عليها في الشامبيونز ليج في اخر كام سنة. ماتش ممتع جدا، الكرة كانت ما بتطلعش بره كتير، الكرة رايحة جاية على طول، الكرة خطيرة، ولكن فروق او تفاصيل بسيطة هي اللي خلت في الاخر ان ايه، ان اتلتيكو مدريد هو اللي في الاخر يتأهل وانتر ميلان يطلع. فالماتش الثالث اللي بنتكلم عليه هو ماتش بروسيا دورتموند واتلتيكو مدريد. انا بالنسبه لي مش هحور كتير، انا شايف ان اتلتيكو مدريد هيتأهل بمنتهى السهوله. مش بايرن بايرن مين؟ انا اسف، دورتموند مش هيعمل له صداع، مش هيعمل له ازمه، هو هيكسبه بمنتهى البساطه. اتلتيكو مدريد هو في نص النهائي، دي ما فيهاش كلام، ما فيهاش حوار كتير، ما فيش داعي ان احنا نقعد نتكلم ونرغي في الموضوع. الموضوع هيبقى سهل. وهنيجي لاخر ماتش في دوري الابطال. انا بشجع برشلونه، انا مشجع لباريس سان جيرمان، بس بشجع باريس سان جيرمان بصراحه اكتر. فبالتالي ده هيبقى ماتش نكد على دماغي، لان في واحد من الفرقتين هيطلعوا. فانا ما اتمناش، يعني ده من اكتر الماتشات اللي انا ما تمنيتش ان انا اقول رايي فيها. انا ما كنتش اتمنى ان انا اقول ان مين هيكسب فيهم، عشان الفرقتين بجد انا بحبهم. الفرقتين بجد انا صعبانين عليا الاثنين. باريس سان جيرمان مفيش حد بيتكلم عنه، كانت الدنيا هاديه خالص عليه، ما عندوش الهايب بتاع الكام سنه اللي فاتوا دول. هو ساكت خالص، هو هادي، وما بيتكلمش كده، اللي هو ايه، هو بيعدي بالراحه كده واحده واحده، وايه، محدش مركز معاه، وهو بيتسرسب كده. هل ده معناه ان هو هيتسرسب ويعدي من برشلونه، ولا برشلونه هو اللي هيتاهل؟ ده ماتش التكهن بيه صعب جدا. احب اسمع رايكم فيه جدا ده، لان انا لحد دلوقتي مش قادر اقول مين اللي ممكن يكسب من الفريقين. لان باريس سان جيرمان عنده مشاكل كتيره بس بدات تتحل، وفي نفس الوقت برشلونه عنده مودين. عنده مود احنا ما بنعرفش نلعب كوره، مود احنا جايين هنا نتعلم نلعب كوره ازاي، ومود احنا نلعب كوره هنا حلو جدا وتيكي تاكا والدنيا حلوه وبتاع. بس هل من ناحيه الجاهزيه، هل برشلونه جاهز اكتر ولا باريس جاهز اكتر؟ انا في رايي باريس هو اللي جاهز اكتر طبعا. ولكن ايه الماتش هيحصل فيه ايه؟ انا اتلسعت منهم قبل كده 6-1، وفي نفس الوقت انا كسبتهم بعدها. فانا مش عارف انا ممكن اختار ايه، ولكن انا همشي بعاطفتي واقول باريس سان جيرمان هيكسب. والماتش هيبقى صعب سواء ذهاب او اياب، وبالذات في الكامب نو هيبقى صعب، ولكن انا شايف في الاخر ان باريس سان جيرمان هيقدر يتاهل والامور هتبقى تمام. طب خلينا نتكلم برضو في نص النهائي هيبقى عامل ازاي، والمنظر هيبقى عامل ازاي. هيبقى عندك الفائز من ارسنال وبايرن ميونخ هيتقابل مع الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي، ودي هتبقى نص، هيبقى ده اللي هي ايه، جنب كده، جنب ده مرعب قوي، اللي هيوصل فيهم من النهائي يبقى عدى بقى يعني باهوال، مش زي الجنب التاني خالص. لان الجنب التاني في باريس سان جيرمان وبرشلونه، اللي هيكسب منهم هيلاعب يا اتلتيكو مدريد يا بروسيا دورتموند اللي هيتاهل منهم. فبالتالي انت ممكن تلاقي في النهائي اتلتيكو مدريد عادي جدا بيلعب ريال مدريد، او ممكن تلاقي في الاخر برشلونه في النهائي. ولو برشلونه قدر يوصل للنهائي انا شايف ان هو مش هيقدر يفرط فيها المره دي. فكل الاحتمالات مفتوحه، كل حاجه مفتوحه، الا ان انا ممكن الاقي مثلا دورتموند في النهائي، دي اللي انا شايف ان ده الاحتمال الوحيد النهائي المستحيل. بس اي حد تاني هو في احتماليه كبيره جدا انه يوصل. فخلينا نشوف هنوصل لايه. خلينا نشوف دوري الابطال. دوري الابطال السنه دي هو حلو، يعني مش اقوى نسخه ليه، بس هو نسخه كويسه، احسن بكتير مقارنه بالموسم اللي فات. والموسم اللي فات كان سيء بصراحه، ما تشامبيونز ليج ما كانش حلو. فخلينا نشوف هيوصل لايه، خلينا نشوف دوري الابطال مخبلنا ايه. كان معاكم محمد عادل، و سلام.